انت عارف ان موبايلك بيصورك من غير ما تعرف. انت عارف ان الكاميرا الامامية والخلفية بيصوروك من غير ما الموبايل يعطيك حتى اشارة انك بتتصور. وانت جوه اوضة نومك في وسط ولادك في بيتك، كاميرات التليفون الامامية والخلفية بيتم فتحها بدون حتى التليفون ما ينور او يعطيك اي اشارة ان في اي كاميرا منهم مفتوحة وبتصورك. كارثة حقيقية ممكن تكون انت ضحية ليها من غير ما تعرف. انا جايب لك دلوقتي الحل، وجايب لك الطريقة اللي تقدر تلغي بيها الخاصية دي وتحافظ على نفسك وعلى خصوصيتك. وللأسف الطريقة دي اكتشفت انها متفعلة على تليفونات كتيرة جدا. وياريت دلوقتي حالا تشارك الفيديو ده عند كل الناس علشان تخليهم يتجنبوا الثغرة دي تماما. ومن كان سبب في ستر الناس ستر الله يوم القيامة. تعالوا بقى نشوف الطريقة اللي هعرفك فيها ازاي تلغي الخاصية دي وتحافظ على خصوصيتك. دلوقتي حالا اول حاجة تعملها، جيب تليفونك وتليفونات ولادك وتنفذ معايا الخطوات اللي هقولها لك دي خطوة بخطوة. هات التليفون بتاعك وادخل على جوجل كروم. بتضغط على 3 نقاط اللي فوق دول، بتطلع لك القائمة دي، بتختار منها الاعدادات. بتفتح لك القائمة دي، بتختار منها اعدادات الموقع الالكتروني، بتدوس عليها بتطلع لك القائمة دي، بتلاقي كلمة الاعلانات المتداخلة، بتضغط عليها. اذا لقيتها مفعلة لازم تلغيها فورا. كمان بتعمل حاجة تانية، بترجع خطوة وبتضغط على المحتوى المحمي، بتظهر لك 3 خيارات. الخيار الأول مكتوب فيه مسموح به، والخيار الثاني مكتوب فيه السؤال أولا، والخيار الثالث مكتوب فيه محظور. طبعا هنختار الخيار الثالث اللي مكتوب فيه محظور. وللأسف الشديد أنا لما دخلت على موبايلي وموبايلات كل اللي معايا وموبايلات أصدقائي لقيت الخيار ده متفعل، والحمد لله ربنا ستر. وعايزك انت كمان تساعد على الستر غيرك، وتشارك الفيديو ده مع كل الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش، وصدقني هيبقى ثوابك كبير جدا عند ربنا، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. وعايز اقولك ان الخيارات اللي كانت مفعلة دي كانت بتتسبب في ان اعلانات بتنزل عندك انت اوريدي سامح بيها، والاعلانات دي ممكن جدا تفتح الكاميرا بدون ان تعطيك اي اشارة. والله مستورنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. واتمنى ان الفيديو يكون عاجبكم. ما تنساش تعمل لايك وكومنت تقول لي فيه رأيك ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.